انهيار وجنون عمرو أديب بسبب حكم مباراة الزمالك وبروكسي، ويسخر من فوز الزمالك ويهاجم مرتضى منصور بعد فوز الزمالك بفضيحة تحكيمية على بروكسي. بس الأول، لو انت أهلاوي أصيل تضغط لايك وتشترك في القناة علشان نعرف عدد محبي النادي الأهلي في القناة. بعد فوز الأهلي بفضيحة تحكيمية على بروكسي، فقد صرح عمرو أديب بعد انتهاء هذه المباراة وقال: النهاردة حصل كوارث تحكيمية في مباراة الزمالك وبروكسي، ويا عيني لعيبة بروكسي والله لعبوا ماتش جامد على لاعبي الزمالك النهاردة، وكانوا بيقسموا كورة وبيعملوا هجمات مرتدة زي اللي بيعملها ريال مدريد، بس الحكم ما عجبوش الوضع اللي بيحصل في الملعب. هو حس ان المباراة رايحة في سكة بروكسي، قالك لا، لازم اشوف اي حاجة عشان الزمالك يفوز النهاردة. بروكسي له ضربتين جزاء واضحين وضوح الشمس، وانا سمعت جمال الشريف وهو بيحلل الحالات التحكيمية قالك في ضربتين جزاء وفي كمان طرد للاعب الزمالك. هو ايه اللي حصل يا جماعة في التحكيم المصري عشان يوصل بينا الحال ان اصبح الزمالك بيفوز في كل ماتشاته بالحكام، وفي الاخر مرتضى وميدو وخالد الغندور يضحكوا على نفسهم وعلى الناس ويطلعوا يقولوا لك الزمالك بيخسر بالحكام، والحكام هي اللي بتيجي علينا. تيجي عليكم فين؟ ده انتوا فضحتونا في كل حتة. بس بقول برافو للعيبة بروكسي النهاردة، كانت رجالة، وانا بقول لكم انتوا في وجهة نظر الملايين انتوا اللي فزتوا النهاردة في المباراة دي وعلمتوا على لعيبة الزمالك اللي بتاخد ملايين. طب انا اراهن ان كل مرتبات لاعبين بروكسي ما يجيش نص شهر واحد بس من اللي بياخدوا شيكابالا لوحده. والله انا بجد حزين لاول مرة ان الزمالك فاز، وحزين قوي على لعيبة بروكسي عشان النهاردة تعرضوا لظلم مفيش حد شافه قبل كده. وختاما، لا تنسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولايك واشتراك القناة علشان يوصلك منا كل جديد.